مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا القدر من برنامج وقفات أسبوعية للمخرج محمد السعدون. أهلا ومرحبا بكم. هذه إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت. السور. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذه البداية الجديدة من برنامج السور. نرحب فيكم مستمعين محطة إذاعة البرنامج الثاني على تردد 97.5 FM، وحياكم الله وحلقة جديدة من برنامجكم السور. في بداية الحلقة تقبلوا أجمل وأرق تحية من فريق العمل، من الإعداد إبراهيم ماتقي وشيماء رستم. ومن التقديم هذه تحيات إيمان مبارك وأحمود الغاوي. التنسيق والمتابعة سالم العجمي. وتحية مسائية من الهندسة الإذاعية أفراح القريني. مخرج مساعد عبد العزيز الحجي. وكبرى هذه التحايا المعطرة بالورود تقبلوها من المخرج خالد المقلد. مستمعينا الكرام، نجدد التحية بحضراتكم عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت وبرنامج السور، والحديث اليوم عن رابطة الشباب الكويتي، التعرف على هذه الرابطة والأهداف في تأسيس هذه الرابطة. طبعا ضيوفنا لهذا اليوم هم الدكتور محمد الحسن وكذلك الأستاذ موسى مقامس رئيس المكتب الإعلامي في الرابطة. الدكتور محمد الحسن هو نائب رئيس رابطة الشباب الكويتي. نرحب فيكم يا شباب. طبعا دكتور محمد، بس يا تقرب المايك عندك. احنا موضوع الرابطة الشباب الكويتي، يعني أكيد في أمور دفعتكم يعني تفكير مثل هذا التفكير في تأسيس مثل هذه الرابطة. يعني ودنا نتعرف على الرابطة، شنو أهداف الرابطة، ليش أنتم يعني كشباب اتجهتوا لمثل هذا الموضوع؟ بداية مساك الله بالخير، مساء الخير لجميع المستمعين. أشكركم على هالاستضافة الكريمة. مساء مبارك. الله يحفظك. عشان نقدر نفهم ليش تتأسس المجاميع الشبابية في الكويت ومن ضمنها رابطتنا، طبعا لازم نوضح مسألة أن متوسط العمر في الكويت، يعني نعم، متوسط العمر اللي هو الميديان ايج هو 28.2. يعني انت عندك مجتمع شاب 35 فما دون هو الغالبيه الساحقه من ما شاء الله. كل مجتمع شباب، كل مجتمع شاب، مجتمع صغير السن. فانت لما تتكلم عن الشباب الكويتي انت قاعد تتكلم عن الغالبيه الساحقه من المجتمع. فمن الطبيعي ان هذا الكم او هذه النسبه الهائله يكون لها حراك، يكون لها طموح، يكون لها تطلعات، يكون لها مشاكل فيها يعني متفاعل ومتجدد. بالضبط. فاحنا طبعا لاحظنا انا ومجموعه من الشباب في البدايه، الكلام بال 2004 2005، لاحظنا ان
الكويت غنية بشبابها، يعني مو كما يبدو سطحيا أو ظاهريا أن الشباب يعني لا يرتجى منه خير، لا بالعكس، يعني في شباب موهوبين جدا، فيهم طاقات كبيرة إيجابية. هذا ممكن إذا لقوا الإطار السليم والتنظيم السليم ممكن إبداعهم يطلع منهم شيء. يعني احنا طبعا فعلا موضوع مهم، يعني موضوع الشباب ويعني توجيه حتى يمكن طاقاتهم واهتماماتهم، ودنا نتعرف أكثر، لكن ناخذ فاصل سريع ونستكمل الحديث. لازلنا نحن وأنتم وبرنامج السور. هواتفنا 224-13-260 224-13-261 224-13-262. السور، والمخرج خالد المقلد. عودة مجددة مستمعينا، وما زلنا متواصلين معاكم من خلال برنامج السور، ومعنا ضيوفنا اليوم دكتور محمد الحسن نائب رئيس الرابطة ومؤسس العلاقات الخارجية فيها، وموسى مقامس رئيس المكتب الإعلامي في رابطة الشباب الكويتي. حياكم الله معنا بالاستديو، نحييكم مرة ثانية ونرحب فيكم. نرجع لحديثنا، وين وقفنا دكتور محمد عن موضوع الأهداف اللي دفعتها التأسيس. مثل ما قلت لكم ان الطاقات موجودة والإمكانية أيضا موجودة، يبقى بس باقي التنظيم، يبقى انك تنظم وتأطرهم وتحط برنامج واضح. طبعا تنمية المواهب لما تكون سواء يعني مواهب أدبية، ثقافية، سياسية، أيا كانت الموهبة اللي عند الشخص، إذا تكون في إطار جماعي تصير أسرع وتصير أقوى. صحيح. بينما التشرذم ممكن يسبب إحباط، الإحباط ممكن يخلي انكفاء، إذا انكفى البناء خلاص تروح الموهبة. فإحنا هنا بهالفترة ب 2005 فكرنا في تأسيس الرابطة. في ذلك الوقت طبعا كانت رابطة الشباب الوطني الديمقراطي وقت ما تأسست ب 2006 الإعلان طبعا هذا في البداية. فهي الفكرة أنها إطار يضم الشباب الكويتي الوطني المؤمنين بالأفكار الديمقراطية، اللي يؤمنون بحقوق الإنسان، بالمجتمع المدني، يؤمنون بالعدالة الاجتماعية، لهم تطلعات الإصلاح الكويت إلى تطويرها، دفعها للأمام، وأن تكون هذا يعني مثل مظلة لتنمية المواهب، وكذلك لصقل هالمواهب وإضافة يعني إضافات. دكتور محمد، أنا ودي أنتقل طبعا للأستاذ موسى مقامس رئيس المكتب الإعلامي في رابطة الشباب. إحنا موعدنا كبرة، يعني هم ما شاء الله من الشباب مقتبل العمر، أسأل الله يعطيه طولة العمر إن شاء الله. يعني أنتم كشباب من خلال يعني اندماجكم في هذه الرابطة، وأنت طبعا رئيس المكتب الإعلامي، هل هناك أطر مثلا تكلم عن أطر معينة للرابطة بشكل عام؟ لو أحد الأعضاء يعني والله شفت أنه توجهه مو نفس توجه الرابطة، يعني بدأ يشطح الموضوع الأفكار والقيم اللي أنتم وضعتوها لهذه الرابطة، يعني أنتم نبذ مثلا الطائفية والعنصرية في أحد الأعضاء والله أنه بدأت تظهر عليه بعض الأمور هذه، شنو إجراءاتكم إياه يعني؟ طبعا بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية على الاستضافة مرة ثانية. طبعا انت مثل ما قلت رابطة الشباب، انا ارد على سؤالك من البداية. رابطة الشباب الكويتي، فمن الاسم الشباب احنا نعم. القيم او الاهداف او الهدف الاساسي بالنهاية هو الشاب نفسه، الشاب الكويتي. فالقيم او الاشياء نحاول نزرعها في الشاب الكويتي او نحاول ننميها او نحاول نطورها، تقدر تقول اشياء عامة او اشياء يطمح فيها كل كويتي. صحيح. نحاول نأسس مثلا او نزرع قيم التسامح والتسامح الانساني، العداله الاجتماعيه، تاكيد على روح المواطنه الدستوريه، ومحاربه التعصب القبلي والطائفي مثل ما انت تفضلت توك، دفاع عن المكتسبات الدستوريه، تاكيد روح القانون. فانت من خلال هالقيم هذه انت قاعد تتعامل مع مفاهيم معروفة تقريبا. صحيح. فأنت الشخص خلينا نفرض كمثال احنا نحاول من خلال أنشطتنا أو برامجنا نعزز هذه القيم، فإذا في شخص خالف هذه خالف توجهاتكم انتم اللي انتم واضعين وتدافعون عنها يعني. اي مثلا فاحنا بالنهاية ما راح مثلا نتخذ معاه إجراء غير قانوني أو إجراء تعسفي، بالعكس احنا نحاول كمبدأ مثلا التسامح، نحاول مبدأ الحوار، يعني من خلال الحوار، من خلال التفاهم، من خلال القانون نفسه. نعم. طب شلون طريقة التوجيه، شلون توجهونه؟ إذا يعني
المجتمع بشكل عام بكل مكان، المجتمع تنعكس أمراضه ومشاكل على منظماته سواء حكومية أو غير حكومية. يعني يعني إحنا كرابطة ما إحنا محصنين بمبادئنا عن الأمراض الاجتماعية، فلازم راح يصير فيه يعني تسرب من هنا ومن هناك. إحنا الطريقة اللي نتعامل فيها إن إذا شفنا أفكار خاطئة عند الشخص غير المعلنة عندنا وغير اللي نؤمن فيها، ناخذها بإيجابية، بداية ندخل في نقاش. يعني على سبيل المثال إذا لقينا واحد متعصب لطائفة أو لقبيلة أو لأيا كان لأحد المكونات، يعني نحاول ندخل وياه في نقاش، ونقاش يكون أخوي، ونتحمل أحيانا تكون يعني تفاهات اللي تنقال، لكن نعم تتحمل. بالتجربة أثبت عندنا إن ممكن نغير. يعني أكثر من عضو كان معانا تقدر تصنفهم كان في السابق انهم مثلا عنصريين، الحين لا، تلاقيهم ما عندهم حتى الاثر، ما يبالك ان فلان والله هذا كان عنصري. هذا شيء طيب الصراحه. بالضبط. طبعا اذا استمر الشخص انه يعني قدرت تثبت له بان افكاره هذه خاطئه، وبان يعني التعصب خاطئ وانه مضر للمجتمع او شيء، وظل على رايه، هذا طبعا هو شيء ثاني، هذا يعني مضيع الطريق. انت ما تبينا احنا، تبي مكان ثاني، ماكو فائده. بالضبط. طيب لو نقول ما هي انشطه الرابطه؟ أنشطتنا تقدر تقولين متنوعة أو تنقسم إلى أقسام: أنشطة ثقافية، أنشطة اجتماعية، أنشطة تثقيفية. فإحنا حاولنا نركز بالفترة اللي طافت على أمور عدة، منها وأساسها مواهب الشباب. على سبيل المثال في شاب كان عنده موهبة موسيقية، نعم. فحاولنا نستضيفه عندنا، وهو خصوصا كان شاب مثلا أول مرة يعزف قدام أحد، نعم. فإحنا حاولنا نيبه نشجعه، عشان تشجعونه، أيوة، يعني تعطونا شوية نعطيه فرصة. أيوة، ثقة بالنفس أكثر زايدة تكون عند أيوة. عدل. بالضبط. في مرات نستضيف شخصيات عامة. استضفنا مثلا الفترة الأخيرة الدكتور أحمد الخطيب، المهندسة جنان بوشهري. استضفنا ناس عندهم مواهب حابين يسوون ورش عنها، مثلا ورش عن الرسم، ورش عن الحياكة، ورش عن في عندنا أستاذة لبنى سيف مرة جت لنا وكان لها موهبة في الخرز، في تعليم كيف نعم. شلون المواهب اليدوية، هذه اللي هي الحرف اليدوية، نقدر نقول أيوة. تنمية الحرف اليدوية لدى الشاب والشابة الكويتيين. أيوة بالضبط. عدل. ونحاول مرات نطلع عن الإطار التقليدي. يعني مثلا إحنا سوينا ندوة أو سوينا محاضرة عن الموسيقى والرسم، حاولنا شلون نربط الموسيقى بالرسم. فهذا شيء ابداعي، تقولين ادبي ثقافي، لكن هو خارج عن الاطار انك مثلا تسمع موسيقى ترسم. فنحاول نطلع عن الاشياء التقليديه اللي مسموعه، ندوه واحد يتحكى، والحكي الوايد، فاحنا نبين شويه. يعني ايوه، فنحاول نخلي الناس اللي جايين يشاركون بهالحدث ويتاثرون. بما ان الاقبال يكون من قبل الشباب اكثر، فاحنا نبي شيء يهدف للشاب، وكيف ان احنا نسحب الشاب الى انه هو ممكن يشارك في هذه الفعاليات. عدل. لان اغلبيه الشباب انا الاحظه إن ما عندهم الحس إنه هو وده إنه يقعد وواحد يقعد قدامه ويخطب لمدة ساعات طويلة ويسولف ويسولف ويسولف، ما عنده الخلق. يعني إحنا اللي نلاحظه إن الشاب والشابة الكويتيين بالذات، يعني في الكويت أو يعني بالمنطقة هذه بشكل عام، حتى عند الدول الغربية، إنك تقعد فئة عمرية لمدة ساعات طويلة أمام شخص يهدف أو يخطب أو محاضرة مثل ما طريت أستاذ محمد، يعني هذا شيء صعب. يعني تأكيدا لكلامك، يعني في توجه صحته في بريطانيا أتذكر أن أخرجوا كلية الطب من إطار بعض كليات الطب، مثلا مانشستر مثلا، نعم، بعضها طلع من إطار المحاضرات الرسمية اللي يقعدون في المدرجة، صار PBL البروبلم بيس ليرنينج، وهم يتناقشون وهم يروحون يبحثون ويشاركوا عشان يكسرون هذا الإطار. فطبعا يعني هذه الأشكال التقليدية أصبحت مملة وأصبحت يعني أوتيتد، شيء قديم. بس مو في مداخلة. أنا في أحب أضيف إن ترى مو عيب إن الشاب مثلا يرفض هالنوع من المحاضرات أو لا طبعا ما يرفض أكيد، لأنه هو أصلا الشاب عنده قدرة أو عنده قوة كامنة، نعم، أو يبي يطلعها، عنده نشاط، عنده موهبة. فهالمرحلة العمرية مو مستغرب إن هي ترفض نوع من ترفض الملل أو الحديث المطول. يعني موضوع الكلام عن مثل ما ذكروا الأخوان، موضوع الندوات ومحاضر، واحد قاعد يحاضر عليك مدة طويلة يمكن ساعة ساعتين، خلاص الجيل ما يتقبل. يمكن حتى طريقة نقل معلومات بالصورة هذه ما راح يتقبلها. يعني
راح يكون يعني شغال بتلفونه لاهي عنك اذا انت ما قاعد تعطيه بشكل عملي وبشكل مبسط يعني. فاحنا برابطه الشباب نحرص على هذا التنويع، ان مثلا الندوات او الورشات اللي تتعلق بمفاهيم سياسيه كسبيل المثال قد لا تجذب الكثيرين، فاحنا نسوي هذا، لكن لازم في جانب ثاني تقدر تغطيه، جانب مواهب، جانب تثقيفي، جانب اجتماعي، جانب ترفيهي، فهالاشياء هي تجذب الشباب بشكل عام. هذا شيء طيب يعني. طبعا ممكن بس اضيف نقطه جدا هامه. احنا يعني ايمانا منا بالمجتمع المدني وبالتعاون بين مختلف منظمات المجتمع المدني، نحرص ان انشطتنا تكون بالاشتراك مع جهات اخرى، حتى وان كنا قادرين منفردين ان نسوي النشاط. يعني اذا مثلا نقدر نسوي نشاط بيئي مثلا، ندوة عن البيئه او عن ورشه عن مشاكل البيئه، نسعى ان نستضيف منظمه المجتمع المدني لها بيئه وناشطين بيئيين. حلو. بحيث ان نقوي علاقات الشباب بعضهم البعض. نعم. يعني انا مو مطلوب مني اذا في مثلا خلينا نقول منظمه بيئيه شبابيه بيئيه، ليش انا اسوي من الاول شغل؟ انا اروح اشترك وياهم وهم يتشجعون ويجون لي وابتدي انا هم اتشجع، بالتالي نشيل بعضنا البعض. القيم يعني احنا ودنا يعني بتفصيل اكثر يعني نتكلم عن اهداف الرابطه، نشر الوعي الوطني، كلها مواضيع مهمه راح نتطرق لها، لكن ناخذ فاصل مع مخرجنا قاعد يأشر، نعطيه الفاصل. السور برنامج يومي يبث عبر الهواء مباشرة، برنامج حواري يومي نعرض من خلاله أفكار وآراء وتصورات، بل وأحيانا تطلعات وآمال مستقبلية لشخصيات ذات حيثية في مجالات غير حصرية، منها التربوية والأسرية بل والاجتماعية والثقافية، ولا ننسى الدينية والفنية والرياضية. السور مع تحيات المخرج خالد المقلد. عودة مجددة من خلال برنامج السور، وضيوفنا اليوم من رابطة الشباب الكويتي الدكتور محمد الحسن نائب رئيس الرابطة ومسؤول العلاقات الخارجية فيها، وموسى مقامس رئيس المكتب الإعلامي في رابطة الشباب الكويتي. نرحب فيكم مرة ثانية ونرجع ونستكمل حديثنا. وشو كان عندك قبل شوي؟ كنا نتكلم محمود عن شغلة من تحت الهواء يعني. أنا قلت عن موضوع يعني القيم والتركيز عليه. يمكن الدكتور محمد قلت أهداف الرابطة، يعني من أهداف المهمة عندكم نشر الوعي الوطني الديمقراطي، كذلك التأكيد على روح المواطنة الدستورية ومحاربة التعصب القبلي والطائفي والفئوي، الكثير من القيم المهمة. يعني يا ليت نتكلم عن هذه القيم. يعني شوف أخوي حمود، إحنا مجتمع صغير يعني عددا. نعم. ومكوناته، ولو انا ما احب استخدم كلمه مكونات، انا اعتبر اي شعب في العالم المفروض يكون نتكلم انه بحيث انه مكون واحد يعني. صحيح. بس اذا اخذنا اصطلاحا ان المكونات متقاربه، يعني ما عندك مهاجرين من بولندا ومهاجرين من جنوب افريقيا، ما عندك هذه الاختلافات الجذريه، يعني عندك شماليين جنوبيين قريب من بعض، يتكلمون نفس اللغه وعارفين يدينون بنفس الدين وهذا. التعصب اللي يصير احيانا او عدم التسامح اللي يصير احيانا او النعرات الطائفيه او القبيله اللي تصير، هذه تهدد المجتمع، بالذات كل ما صغر المجتمع تدري يصير كبير. صحيح. ما تتحمل تأثير اكبر. يعني احتمالات الدمار لا سمح الله في المجتمعات الصغيره، مثل ما حدث في لبنان يعني مثلا بالسبعينات، يعني مجتمع صغير فاذا انقسم وتقاتل هذا مشكله تصير. هذا يعيق تنميه المجتمع. مره ثانيه ارجع واكدك على حقيقه ان المجتمع الكويتي مجتمع شاب، والشباب هم الأكثر اندفاعا، فإذا أنت دفعتهم في باتجاه التعصب أو باتجاه التفرقة خلينا نقول بين هالمكونات، راح يندفعون وراح تصير بشعة يعني الخلافات. لأن الاندفاع مثل يمكن يخليهم حتى تصرفات يعني هو طبعا الاندفاع والحماس يشل التفكير، يعني التفكير الهادئ صعب يصبح في هالظروف. أنا بس يعني موضوع يعني مهم، يعني أنتم فعلا موضوع القيم هذه والله مو مجاملة لكم، لكن فعلا مهمة واحنا بحاجتها، يعني بالذات في الفتره هذه، فتره تجاذبات سياسيه، اندفاع، حماس. نلاحظ مثلا في بلد مثل يعني الولايات المتحده، يسموه بلد الاجناس، يعني كل اجناس مختلفه. فنلاحظ انه ما في الكل منصهر
تحت هذه المواطنة، تحت العلم الأمريكي. علما أن يعني بعض الاختلافات هناك تكون جذرية. إسبانيكس يتكلمون إسباني، اختلاف جذري بالمرة مختلفة. نعم. نعم. شنو السبب يعني ليش يعني قاعد نشوف إنه فعلا منصهرة الاختلافات أو حادين منها أو حتى القانون يرفضها؟ على السلم الاجتماعي احنا لا نزال كدولة بدول العالم الثالث، لا نزال يعني دول أو ناشئة يعني لا تزال. يعني قيم مثلا التسامح والديمقراطية مثلا في فرنسا صار لها 300 سنة. ما كان المجتمع الفرنسي قبل 300 سنة هو أقرب لنا إحنا يمكن. في تعصبات بين المكونات مالت الدينية وغير المذهبية وهذا. إحنا لا نزال ناشئين. هذا قد يكون أيضا ميزة إن أنت طالما إنك ناشئ وفي خبرات سابقة وفي ثقافة عامة تستفيد منها يعني. فتقدر تستفيد منها بحيث إنك تدفع في اتجاه معين. طبعا في مسألة هم أخرى، إحنا نحاول نركز على الجانب الثقافي في السياسة والممارسة السياسية. بمعنى في الكويت احنا من وجهة نظرنا كرابطة الممارسة السياسية عموما والشبابية بشكل خاص لا تعتمد على ثقافة سياسية جيدة تلبي الحد الأدنى. يمكن ما في ثقافة واضحة أصلا. بالضبط. يعني مثلا راس مال إن أنا معروف في الأوساط اللي أنا فيها، قبيلتي أو طائفتي أو شيء، فهذا المدخل يخليني مثلا أدخل مجلس بلدي، أدخل مجلس أمة، أصير مثلا مشهور. هذا مو مدخل سليم للممارسة السياسية. بالتالي احنا ما ندخل بالنهاية منظمة ثقافية اجتماعية، بس إذا أنت نأيت عن نفسك بالسياسة، السياسة لا تنأى بنفسها عنك. فإحنا نحاول يعني نقارب الممارسة السياسية من ناحية التثقيف السياسي أكثر. خلي يكون عندك ثقافة سياسية وحرية اختيار وتختار، وبناء على هذا تقدر تمارس بصورة أفضل. يعني لو تعرف أنت مثلا إذا اخترت تكون ليبرالي أو إنك تكون يساري أو يميني أو إسلامي، إذا اخترت لأنك فاهمة ممارستك تكون غير من أنت مختاره يعني مو عارف ليش مختاره يعني. فإحنا هذا بشكل عام، بالإضافة إلى طبعا هذه مجموعة القيم اللي ذكرناها، قيم التسامح. هذا راح يوحد المجتمع، يوحد الشباب. إذا نجحنا بتوحيد الشباب وحدنا المجتمع اللي هم الغالبية. نعم. طيب دكتور محمد، أنت تقول إذا نجحنا في توحيد الشباب، شلون تشوف الإقبال من قبل الشباب على الفكرة هذه؟ يعني هل الإقبال يعني بنحطها بالنسبة بالمية، الإقبال من قبل الشباب أو الفئة العمرية هذه، شلون الإقبال منهم؟ يعني كم بالمئة من الناس اللي ودها إنها تكون معاكم؟ والله شوف، الإقبال مو بس علينا، يعني إحنا حتى ما ننظر لنفسنا بمعزل عن المجتمع. المنظمات الأخرى في ظاهرة بالكويت أن المنظمات شبابية كثيرة. نعم. هذا يعكس اهتمام الشباب بهكذا أفكار. يعني إحنا وغيرنا موجودين على الساحة عشان نكون أمينين، يعني مو منفردين بالساحة. مو الوحيدين اللي محتكرين هالقيم هذه. نعم. الشباب نسبة كبيرة جدا تينا وتيل غيرنا، معناته فيه اهتمام في يعني كم بالمئة نقدر نقول من الشباب اللي انت تشوفه المهتمين من هالناحية؟ أنا تقريبا ما أقدر أحط يعني نسبة، لأن بالنهاية إحنا شيء شامل. يعني لو مثلا نقول مثلا على مثلا أصحاب الاهتمامات الفنية إيش كثر بالمية، هذا النسبة اللي لهم مثلا بالرياضة لهم نسبة. فإحنا بشكل عام يعني أقدر أقول لك من غير ما أقدر أعطي أرقام، ما عندي إحصائيات ما عندي شيء، بس أقدر أقول إن نسبة كبيرة من الشباب الكويتيين ينظرون إلى مسألة التنظيم الشبابي على أنها ضرورة وعلى أنها حاجة ملحة. بالتالي يتوجهون لها. إحنا طبعا ودنا كذلك نتواصل مع أخونا موسى مقامس رئيس المكتب الإعلامي في رابطة الشباب الكويتي، من خلال يعني أنت كرئيس المكتب الإعلامي كيفية التواصل. يعني إذا في شباب ودي ينضم لكم، ودي يتعرف عليكم أكثر، تواصل ويا الرابطة. يعني هل عندكم مقر دائم؟ هل في يعني تلفونات معينة؟ طبعا يعطيك العافية على ذكر هالنقطة. احنا برابطة شباب عندنا مقر دائم، أو مقرنا الحالي يعني هو في الخالدية في الجمعية الثقافية النسائية. هذا هو مقرنا هناك. وبالنسبة لوسائل التواصل، طبعا أنتم عارفين وسائل التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك، عندنا ويب سايت. دائما احنا حريصين ان احنا اي نشاط نسوي، اي دعوات مثلا حق أنشطة مقبلة نعرضها بهالوسائل، تويتر، فيسبوك. الويب سايت مالنا yakuwait.org yakuwait.org كويت بالحروف كويت. ايوه. وطبعا تويتر وفيسبوك نفس الشيء، بس شيل النقطة. يعني مثلا تويتر @yakuwait.org وانستغرام. ونحاول احنا يعني الويب سايت هو الأساسي،
هو اللي نعرض فيه الأنشطة، هو اللي نعرض فيه أنشطتنا القادمة، أرشيفنا السابق. فاللي حاب يتواصل معنا يدخل على الويب سايت، أرقام تواصل موجودة، اللي يستخدمون حتى أجهزة البلاك بيري موجود عندنا جهة التواصل، الواتساب. فإحنا نحاول إحنا نتواصل مع شباب من خلال اللي يجذبهم. يعني لكم شروط معينة إذا كان شخص عنده الرغبة للانضمام لكم أو يتعرف عليكم كرابطة؟ لا بالعكس، احنا نرحب بالكل يعني حتى جميع المراحل العمرية، بس احنا نركز على الشباب لأن احنا بالنهاية ما نقدر نغطي كل القضايا، ما نقدر نسوي اللي علينا. فمرحلة الشباب أو هي اللي تصنف ما بين 18 ل 38 خلينا نقول. اي يعني فوق وتحت اوكي، يعني احنا ما تقسم الشباب على 40 بعدين خلوا ممارسة سياسية وثقافية. لا يعني اصغر او اكبر يعني ما راح نقول لهم لا تيون، بس بالعكس حياكم، بس احنا نحاول نجذب هالفئة معينة. عبر سور الكويت الحصين نلتقي بك عزيزي المستمع من خلال بث يومي عبر إذاعة البرنامج الثاني من 6 إلى 7 مساء كل يوم ما عدا الجمعة على موجة 97.5 FM. للتواصل معنا 22 413 262 22 413 261 22 413 260. مع تحيات مخرجنا خالد المقلد. إذا مستمعينا ما زلنا متواصلين معكم من خلال برنامج السور، وضيوفنا اليوم دكتور محمد الحسن نائب رئيس الرابطة الشبابية، رابطة الشباب الكويتي ومسؤول العلاقات الخارجية فيها، وأيضا الأستاذ موسى مقامس رئيس المكتب الإعلامي في رابطة الشباب الكويتي. قبل لا نطلع فاصل غنائي كنا نتكلم عن الرابطة وكذي، وإحنا نبي ودنا الحين نتطرق إلى ما تقييم الرابطة لأعمال الشبابية في الكويت. طيب هي العمل الشباب الكويتي يعاني بعض المشاكل. يعني احنا بداية طبعا لازم ما نفوت الفرصة احنا نشكر جمعية الثقافة النسائية على استضافتهم لنا، ان اعطونا المقر عندهم واستضافة كريمة منهم. هذا تشجيع لنا، احنا كنا محظوظين ان يكونون ويانا ويتعاونون معنا ويشرفونا بهذا التكريم. غيرنا قد لا يكون بهذا الحظ يعني. نعم. مسألة حظ يعني. ما عنده او مو بس هي ما هي حظ بالمطلق يعني. احنا عندنا علاقات فيهم قديمه يعني، يعرفونا من زمان واحنا صغار ونشتغل وياهم وكذا يعني. فغيرنا اللي يكون توه جديد على الساحه ويبي يعطي ويبي يمارس مثلا ثقافه، عمل ثقافي شبابي او ادبي او سياسي حتى، قد لا يجد الجهه الداعمه. فهذه مشكله طبعا. وين يجتمع، وين يسوي انشطه، غير المسألة المالية طبعا يعني توفير المتطلبات الموارد الدعم المادي. الدعم المادي وغيره. فهذه كلها مشاكل طبعا، بالإضافة إلى التيار اللي مع الأسف جارف يعني في المجتمع بعض الأحيان، اللي ينفلت أحيانا ويخبط أحيانا، اللي هو التعصب، المشاكل اللي تصير في المنطقة وتنعكس علينا بالدرجة الأولى. إحنا كمجتمع أسبابها سياسية بالضبط. إحنا بالنهاية كمجتمع ترى ما عندنا هالمشاكل، هي أغلبها مستورد يعني، انعكاس المشاكل تحدث خارج الكويت اصلا يعني. فهذه كلها تاثر على الشباب. هذا عوامل موضوعيه. في عوامل ذاتيه تخص المجموعات نفسها. بعض المجموعات عندها مشكله الرايفري، روح التنافس عاليه جدا، بينما احنا مثلا عندنا روح التعاون اعلى. يعني احنا نتمنى ان نبرز وننجح اكثر من الاخرين، هذا مشروع، لكن احنا نفضل التعاون يعني ان نحقق هذا بتعاوننا مع الاخرين. هذا ايضا قد يكون مشاكل. بالاضافه الى طبعا المجتمع بالكويت بالنهايه هذا مجتمع ريعي يعني، اقتصاد بيع نفط وتجيب الفلوس، وهذا الاقتصاد ما في عجله اقتصاد منتج. هذا ياثر على الشباب، ياثر على الشباب. سلوك استهلاكي، يروح الدوام يحصل الفلوس اخر الشهر يصرفها. هذا السلوك الاستهلاكي ياثر طبعا على قيم الثقافه وقيم العمل. دكتور محمد، يعني موضوع الشباب انت ربطته يعني موضوع يعني تأثر بالموجات اللي قاعد يتأثر فيها سواء على المستوى الإقليمي أو حتى موضوع المشاكل الاجتماعية والسياسية اللي قاعد يمر فيها، تنعكس عليهم كشباب وك يعني تعصب ويمكن جرار وراء هذه التيارات. للأمانة يعني بكل مصداقية احنا ودنا نتكلم، هل تأثركم أنتم كرابطة يعني شباب قاعد عندها عمل وطني ورؤية وطني واضح، ما في تأثر بالتيارات السياسية؟
ما يكون لها مثلا تأثر عليكم كتوجه معين مقارب لكم، أو تشوفون هذا التيار يعني فعلا توجه حلو نعم. راح يخليكم تنخرطون وياه في هذا المجال، أو أنتم حريصين على الموضوع؟ أوكي، هذا قسمين باختصار شديد. يعني أكون صريح وأمين معاكم يعني ومع المستمعين. إحنا لا نرى عيب في ذلك، وإن ليس حادث معنا. نعم. يعني إحنا قريبين مثلا من المنبر الديمقراطي الكويتي، أنا أمين سر سابق في المنبر كتوجه. يعني إذا في منظمات سياسية تؤمن بحقوق الإنسان بالمجتمع المدني، تحاول تبث وتنشر الوعي الوطني والديمقراطي والتقدمي، تؤمن بالعدالة الاجتماعية، تبي تطور الكويت إلى مجتمع منتج، تبي تنهض بالتعليم وبالصحة، إذا في منظمات سياسية أنا يشرفني أن أكون وياها وأتعاون وياها ويكون عارف شو قصدي. بس هذا مو حادث أيضا، لأن عندنا مشكلة قلت لك إياها في البداية يمكن بداية حديثنا، أن الممارسة السياسية لم تعد معتمدة على ثقافة سياسية جيدة. فهذا مع الأسف نعاني منه. وإلا إن يعني كأن تأثر بأفكار سياسية أو بتنظيمات سياسية أخرى كمنظمات شبابية أنا أشوفه مشروع. أنا أقصد الموضوع للتأثر، لأن مثلا أنت تتكلمون على مستوى الشباب الكويتي بشكل عام. يعني الشباب الكويتي لهم اتجاهات أفكار يعني مختلفة، يعني اختلاف كلي. فيمكن المصداقية لما أتكلم أنا والله أشوف الدكتور محمد ورابطتهم محسوبة على تيار معين، راح يكون عندي ردة فعل يعني فكر مغاير لك. هذا صحيح، هذا صحيح طبعا. بس بالنهاية اللي راح يجمعني فيك شيء أكثر عمومية. يعني مثلا ممكن خلينا نكون صريحين، يعني أنا أؤمن بمجتمع مدني حلو. مثلا غير يؤمن بمجتمع تطبيق الشريعة مثلا. نعم. ما راح نلتقي أساسا، ما راح نلتقي لأن المشروعين مختلفين. فهذا يعني إذا يشوف إن في حاجز من إنه ينتمي لرابطتنا، هذا حاجز طبيعي مشروع، لأنه هو مشروع مختلف تماما. عارف شو قصدي؟ نعم. أو مثلا إحنا نؤمن مثلا بالتعاون العادل بين قطاع عام وقطاع خاص. إذا الواحد بالمطلق مع الخصخصة مثلا، خلينا نقول كسياسي بالمطلق بالكامل، خلينا نخصص كل شيء بالكويت وخلي الدولة تشيل إيدها، هذا عنده مشروع مختلف عني. أنا اللي المفترض أحافظ عليه بشدة بيني وبين المختلفين معاي وهو حبنا لهالبلد. نعم. وحبنا المصلحة الوحدة الوطنية. نعم. نختلف بس خلي يكون اختلافنا في إطار مصلحة البلد وتغليب المصلحة الوطنية على كل اعتبار. طيب قبل يعني احنا قاعد يداهمنا الوقت وقربنا نخلص من الحلقة ومعنا الحديث شيق جدا، شنو النشاطات القادمة او المقبلة لرابطة الشباب الكويتي؟ طبعا احنا عندنا في الحديث عن النشاط القادمة انا ودي اتحكي عن 3 نشاطات قادمة فضل. خلال اسبوعين او الثلاثة الجايين. عندنا الأحد القادم بالتعاون مع جماعة الإزميل الثقافية. طبعا هذه من أحد التعاونات اللي بيننا وبين المجامع الأخرى. جماعة الإزميل الثقافية هي جماعة تهتم بالأدب بالشعر بالثقافة، فإحنا مسوين معهم نشاط مشترك يوم الأحد، وراح يقدمون هو نشاط هم يسوون أسبوعيا، كانوا قبل في مقرهم والآن إحنا مستضيفينهم مقرنا. نعم. فراح يكون هذا نشاط مشترك بيننا وبينهم. واحنا نفتخر في نشاط ثاني بعد راح نسويه نفتخر فيه جدا، وهو راح نجيب موهبة من مواهب الاحتياجات الخاصة، شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة عنده موهبة عزف ما شاء الله. فاحنا راح نستضيفه عندنا، وهالشيء راح يكون دعم له ودعم لنا وتشجيع، وفخورين احنا بهالخطوة هذه، وإن شاء الله راح يكون في أكثر وأكثر. نعم، هذه لفتة جميلة أصلا من قبل رابطة الشباب الكويتي صراحة، وشيء حلو أن الشباب أيضا يدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن هم أيضا شباب. يعني احنا نشوف أن فئة كبيرة من اللي موجودين في ذوي الاحتياجات الخاصة من الفئة الشبابية. طيب وغيرها إضافة بس لهالأنشطة، بالنسبة للمهتمين للبيئة في عندنا نشاط زراعي، بمعنى أن احنا راح نشارك مع مجموعة أيضا بيئية، وراح نحاول نزرع أشجار أو يعني تغيير الكويت. أيوة. يعني نعم. وهالنشاط راح يكون إن شاء الله ب30 أبريل إن شاء الله. واللي حاب يتابع هالنشاطات القادمة ويشارك فيها ويعطي بصمته أو يعطي حتى اقتراحات، لأن احنا في ناس عبالهم أو من الاسم رابطة الشباب الكويتي قد يشوفون أن هذا شيء يلهم رهبة منا، لكن لا بالعكس احنا نستقبل أي آراء أو أي اقتراحات. نعم. فاللي حاب يشاركنا أو يتواصل معنا يقترح معنا. أنا بس أعيد الموقع مرة ثانية لأن قلتها بسرعة من ساعة. يا kuwait.org YA kuwait بالإنجليزي .org.
.org YA-Kuwait.org. إذن هذا هي الموقع لرابطة شباب الكويت. نشكركم جدا وسامحونا ان احنا وقتنا قصير جدا. احنا عاجزين عن الشكر بصراحة. نشكركم على هالاستضافة الكريمة. الله يعطيكم العافية، وخذينا طبعا وقتكم وتحملتوا أسئلتنا طبعا الكثيرة عن موضوع الرجالة. احنا طبعا نشكر الدكتور محمد الحسن، كذلك نشكر للأستاذ موسى مقامس ورابطة الشباب الكويتي العطاء المتجدد. يعطيكم الف عافية. إذا مرة ثانية نشكر دكتور محمد الحسن نائب رئيس الرابطة ومسؤول العلاقات الخارجية فيها، وأيضا الأستاذ موسى مقامس رئيس المكتب الإعلامي في رابطة الشباب الكويتي. يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله راح نلتقي معكم في حلقات أخرى. احنا بكذي نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج السور. أكيد راح يتجدد فيكم اللقاء يوم السبت إن شاء الله من 6 حتى 7 مساء. لذيك الحزة تقبلوا أجمل وأرق تحية من فريق العمل، من الإعداد إبراهيم متقي وشيماء رستم، ومن التقديم هذه تحيات زميلتي إيمان مبارك، ومحدثكم محمود الغاوي. تنسيق ومتابعة سالم العجمي، هندسة إذاعية أفراح القريني، مخرج مساعد عبد العزيز الحجي. حتى نلقاكم في نهار يوم